أهلا بيكم معانا في استكشاف جديد لمصادر شيقة. المرة دي معانا حاجة مختلفة شوية، رحلة للماضي القريب لناس كتير. بنتكلم عن مقتطفات من كتاب وائل غنيمي يا ذكريات يا، اللي صدر سنة 2014. الكتاب ده يعني كأنه كبسولة زمن لفترة الثمانينات والتسعينات في مصر. فترة مهمة جدا بصراحة. أكيد. واضح من العنوان ومن الإيداعات اللي في أوله زي بتاعة حميد الشاعري إن دي مش مجرد لستة أحداث وخلاص، لأ، دي تجربة شخصية جدا. المؤلف نفسه بيقول إنه بيحاول يلحق يوفق الفترة دي تفاصيلها الصغيرة قبل ما الذاكرة تبتدي تخونه أو تبهت. وهي دي قيمة الكتاب فعلا. بالظبط. فمهمتنا هنا إننا نحاول نفهم ملامح الفترة دي، التغيرات الكبيرة اللي حصلت فيها، بس من خلال عيون المؤلف وذكرياته هو الشخصية. يلا بينا نشوف القصة دي. تمام. والمميز هنا زي ما كنت بتقول إننا بنبص على التاريخ من زاوية شخصية جدا، يعني مش مجرد أرقام وسياسات وحاجات جافة كده، لا، دي حياة يومية، تفاصيل صغيرة ممكن تبان عادية لكنها بتكشف تحولات كبيرة قوي في المجتمع المصري، في ثقافته، في اقتصاده، حتى في التكنولوجيا. العقدين دول كانوا نقطة فاصلة حقيقة. نقطة فاصلة فعلا. خلينا نغوص بقى في التفاصيل دي ونشوف الصورة الأكبر اللي بترسمها. طب نبدأ منين؟ خلينا نبدأ من أكتر مكان خاص، اللي هو البيت المصري وقتها. المؤلف بيرسم صورة للبيوت، يعني ممكن نقول بسيطة مقارنة بالنهاردة. أجهزة كهربائية أساسية. اللافت بقى زي ما الكتاب بيقول إن حاجات كتير زي تلاجات كريازي أو غسالات توشيبا الأوتوماتيك دي كانت غالباً بتتجاب من بره مصر. أيوة، دي نقطة مهمة جدا. يعني من الخليج، من ليبيا، العراق. وده لوحده بيقول حاجة، ممكن عن وضع الصناعة المحلية وقتها، أو يمكن عن طموحات الناس. بالظبط. فكرة السفر للخارج للشغل وإنك ترجع ومعاك الأجهزة دي كانت سمة للمرحلة، وبتوضح كمان الوضع الاقتصادي وتأثير تحويلات المصريين في الخارج. التأثير ده كان واضح على نمط الاستهلاك جوه البلد. وفكرة كمان إن الأجهزة دي، الغسالة الأوتوماتيك أو التلاجة الكبيرة، كانت تعتبر إنجاز كبير، مش حاجة يعني مضمونة لكل بيت زي دلوقتي. صحيح. المؤلف حتى قال إن السخان الغاز أولمبيك إلكتريك كان تقريباً الاختراع المصري الوحيد اللي منتشر وقتها في البيوت دي، وده له دلالة برضه. وفكرة التكييف دي يعني شبه ما كانتش موجودة. الأساس كله كان المراوح، وغالبا زي ما قال توشيبا برضو. طبعاً. التلفزيون بقى ده حكاية لوحده، قصة تطور كده من الأبيض والأسود الأول اللي كان في كل بيت تقريباً. بالظبط، وبعدين ال NEC الملون والريموت كنترول. فاكر الريموت كنترول أبو زرار بتاع فيليبس ده كان نقلة تكنولوجية رهيبة وقتها. أيوة طبعاً، كان اختراع. وبعدين دخل الفيديو وصراع البيتا ماكس والVHS الشهير ده. وبرضه فكرة إن الحاجات دي كانت ساعات بتتهرب من الخليج عشان الجمارك وكده. كل ده والقنوات أصلاً محدودة جداً، يدوب 3، ولما زادوا قوي بقوا 9 بالكتير. يعني فعلاً الفرجة على التلفزيون دي كانت حدث عائلي. تمام. ده بيورينا التدرج في دخول التكنولوجيا للبيت، ما كانش فيه القفزات المفاجئة اللي بنشوفها دلوقتي. كل حاجة كانت بتاخد وقتها وبتغير شكل الحياة بالتدريج. وده ياخدنا لنقطة تانية أساسية في الكتاب، اللي هي الأكل وعادات الأكل. المؤلف وصف فكرة التجمع الأسري على الأكل كأنها طقس مقدس تقريباً. أيوة دي حقيقة. وفكرة الأكل بره البيت أو الفاست فود دي كانت يعني شبه مش موجودة في الأول خالص. أيوة. أنا كمان لفت نظري تركيزه على أهمية إن الأسرة لازم تتجمع على الغداء والعشاء، مش مهم بقى الأم بتشتغل أو لأ، ده كان أساسي. وبيتكلم كمان عن أكلات جديدة بدأت تظهر وتنتشر وقتها، زي البطاطس باللحمة الصيني، البشاميل طبعا. وفي نفس الوقت دخول حاجات جديدة على المطبخ المصري ما كانتش مألوفة، زي البروكلي الصويا صوص. مكونات جديدة فعلا. لكن التحول الكبير قوي كان ثورة الأكل السريع. دي بدأت بالهمبرجر مع محلات زي ويمبيو، وبعدين انفجرت بقى مع مؤمن ودخول العمالقة زي ماكدونالدز وكنتاكي. المؤلف كمان بيشير لاختراعات مصرية أصيلة زي الحواوشي وبيفو. بصراحة التحول ده في عادات الأكل هو مش مجرد تغيير في الأذواق وخلاص، لا، ده مؤشر على تغيرات اجتماعية أعمق بكتير. يعني سرعة إيقاع الحياة، خروج الست للشغل بشكل أكبر، الناس بتدور على الراحة والحلول السريعة. منطقي جدا. كمان المؤلف قال حاجة لافتة قوي، وهي إن الفروق الطبقية في الاستهلاك
وقتها يعني في الحاجات الأساسية زي الأكل والأجهزة ممكن ما كانتش بالحدة اللي بنشوفها النهاردة. يعني طبعا في غني وفي فقير، بس الفجوة يمكن ما كانتش واسعة قوي كده. دي ملحوظة مهمة. طب نطلع بقى من البيت شوية، نشوف الشارع والمواصلات. أكيد الحياة جوه البيت بتتغير، ده بينعكس بره. المؤلف بيحكي عن وسائل مواصلات دلوقتي تبدو يعني أسطورية تقريبا، زي الترام أبو سنجة البطيء ده، والترولي باص اللي كان في مصر الجديدة ومدينة نصر بعواميد الكهرباء بتاعته دي، أيوة فاكراه. والأتوبيسات الزحمة طبعا، خصوصا الأتوبيس الأحمر الطويل أبو دورين بتاع شركة النصر. وبعدين بقى في التسعينات ظهر الميكروباص، ده عمل نقلة حقيقية في سهولة الحركة بغض النظر عن مشاكله التانية يعني. بس النقلة الأكبر بقى كانت المترو. المؤلف بيوصف افتتاح الخط الأول سنة 87 بإعجاب شديد. كنقلة حضارية فعلا، من ناحية النظافة، الالتزام بالمواعيد، منع التدخين جواه. ده بيورينا قد إيه تطوير البنية التحتية ممكن يغير في سلوك الناس نفسها ونظرتهم للنظام. صحيح. وقبل ده كله كان في عصر ذهبي للعجل. المؤلف بيتكلم عن البي ام اكس والشوبر، دي كانت موضة شبابية مهمة جدا وقتها. طبعا كانت أساسية. والتاكسي الأيقوني كان إيه؟ اللادا الأبيض في أسود، اللي كان صعب تلاقيه أصلا ومش أي حد يقدر على تمن مشواره بسهولة. ده يخلينا نفكر في ثقافة العربيات نفسها اللي المؤلف اتكلم عنها برضه. ذكر الموديلات بقت جزء من الذاكرة خلاص، الفيات بأنواعها 128 131 132. ال 128 دي كانت عربية الشعب تقريبا. بالظبط. واللادا الروسي والمرسيدس اللي كان ليها أسامي شعبية زي زلموكا وخنزيرة. كان واضح الفرق وقتها بين عربيات الأغنياء وعربيات الطبقة الوسطى. تماماً. العربيات دي ما كانتش مجرد وسيلة انتقال وخلاص، دي كانت علامات طبقية واضحة جدا. يعني ال 128 للطبقة المتوسطة اللي طموحة يدوبك، والمرسيدس للثراء الواضح. وبعدين في التسعينات دخلت العربيات اليابانية والكورية زي مازدا وهيونداي. دي غيرت شكل السوق خالص وخلقت منافسة جديدة. فعلا. حتى التفاصيل الصغيرة زي تطور كاسة العربية من الشريط للسي دي بلاير، ده برضو بيعكس نفس المسار بتاع التغيير ودخول التكنولوجيا بالتدريج. ومع تغير شكل الشارع والمواصلات أكيد اتغيرت كمان ثقافة الخروج والفسح. المؤلف بيقول إن الفسح العائلية كانت أقل شوية من دلوقتي يمكن، والخروج بالليل متأخر ما كانش عادة منتشرة قوي. ممكن زي ما قال عشان مواعيد التلفزيون كانت بتحكم اليوم بشكل كبير. صحيح، التلفزيون كان ليه سطوة. المتنفس الأساسي للشباب وقتها كان الأندية الكبيرة، الأهلي، الزمالك، الجزيرة، الصيد. المصايف بقى كانت تقليدية جدا في الأول، يعني اسكندرية، راس البر، جمصة. بعدين بدأت تظهر أماكن جديدة خالص زي الساحل الشمالي بمارينا وشرم الشيخ والغردقة. دي غيرت مفهوم المصيف تماما، وبقت هي كمان في بدايتها على الأقل علامة طبقية. وده جزء من تحول أكبر في ثقافة الترفيه نفسها. المؤلف كمان رصد بداية ظهور ظواهر جديدة زي الخيم الرمضانية في الفنادق اللي دلوقتي بقت جزء أساسي من رمضان، وانتشار أماكن السهر والديسكوهات اللي كانت محدودة الأول وبعدين زادت قوي. كل ده بيعكس تغير في اهتمامات الناس وفي أنماط قضاء وقت الفراغ، وتأثر واضح بثقافات عالمية كمان. وهنا بقى ندخل على نقطة مهمة جدا في الكتاب، اللي هي المنتجات والعلامات التجارية اللي شكلت وجدان الجيل ده. المؤلف بيفكرنا بحاجات كتير قوي يمكن اختفت أو قلت قوي دلوقتي. مشروبات زي بوزو وسباتس، فاكرة سباتس؟ أكيد طبعاً. وشوكولاتات زي كورونا وبيمبو وسيلفانا، والمنافسة الشرسة بين بيبسي وكوكاكولا وشويبس في الإعلانات. حملات جمع الأغطية دي كانت بتعمل ضجة رهيبة. كانت حدث. وشخصية فيدو ديدو بتاعت 7 أب دي كانت يعني تقريبا في كل حتة. ده بيورينا بوضوح شديد بداية تشكل السوق الاستهلاكي الحديث في مصر. الانتقال من الاعتماد على منتجات محلية بسيطة أو أنواع محدودة جداً لسيطرة العلامات التجارية العالمية. العلامات دي كانت مدعومة بإعلانات ضخمة ومبتكرة وقتها، وده ما كانش بس في الأكل والشرب، لا ده امتد للموضة واللبس بشكل كبير جداً. أكيد، ما هو المؤلف بيتكلم بالتفصيل عن موضة اللبس اللي كانت بتتغير بسرعة ومتأثرة طبعاً بنجوم زي عمرو دياب محلياً ومايكل جاكسون عالمياً. أيوة، الاتنين دول كانوا أيقونات موضة. الجينز كان هو الأساس تقريباً، بس ليه ستايلات كتير اتغيرت مع الوقت، من مومنتو الضيق لرجل الفيل الواسع وبعدين رجل الجزر، وقصات الشعر المميزة زي الكابورية والطبق.
والجزم الكاوتش وساعات سواتش الملونة دي وكاسيو جي شوك، كلها كانت رموز للمرحلة دي وللشباب وقتها. وما ننساش كمان ثورة الموسيقى المحمولة. الووكمان اللي هو الكاسيت بلاير الصغير ده كان اختراع ثوري وقتها. فكرة إنك تاخد موسيقك معاك في أي حتة دي كانت جديدة. وبعدين في التسعينات ظهر الديسكمان اللي هو السي دي بلاير المحمول، وظهور الدي جيز كشغلانة مهمة بقى في الأفراح والحفلات. أيوة صح. كل العناصر دي ساهمت في تشكيل هوية ثقافية جديدة للشباب، يمكن هوية أكثر فردية وأكثر تأثراً بالعالم الخارجي. والكتاب كمان بيلمس جانب القراءة والألعاب. مين ينسى سلسلة زي رجل المستحيل وملف المستقبل؟ دي حققت نجاح أسطوري. كانت إدمان لناس كتير. صخر وأجهزة جيم اند واتش الصغيرة دي. التحول ده من الألعاب الجماعية البسيطة للألعاب الإلكترونية الفردية هو كمان جزء من التغيير الأكبر في نمط الحياة والتكنولوجيا. وده ياخدنا لنقطة محورية تانية اللي هي بداية دخول التكنولوجيا الشخصية لحياتنا. فعلا الثمانينات والتسعينات كانت بداية علاقتنا بالكمبيوتر الشخصي. المؤلف بيفتكر أجهزة زي صخر العربي ده اللي كان بيشتغل بالكاسيت، أيوة كان ليه شرايط كاسيت مخصوصة. وكومودور، وبعدين ظهور أبل ماكنتوش والبي سي مع نظام ويندوز. وبيوصف كمان استخدام الفلوبي ديسك، الديسك المرن الكبير ده وبعدين الصغير، وبطء التحميل الرهيب. يعني كان ممكن ياخد دقايق عشان برنامج بسيط يشتغل. لما نقارن ده باللي بنعيشه دلوقتي نحس بحجم القفزة اللي حصلت. ده بيوضح قد إيه يعني الفجوة الرقمية اتخلقت واتوسعت بسرعة بصراحة مذهلة. الإنترنت نفسه زي ما المؤلف ذكر دخل مصر متأخر نسبياً تقريباً 92، وكان في الأول حكر على الجامعات ومراكز الأبحاث وجهات معينة جداً. توصيله للبيوت ده كان في أواخر التسعينات وكان بطيء جداً وغالي جداً. فكرة عالم الإنترنت المفتوح ده كانت خيال علمي وقتها. والتليفونات بقى دي قصة لوحدها خالص. التليفون الأرضي ده كان حلم بيتحقق بالواسطة وبعد انتظار بالسنين، وممكن يطلع خط مشترك كمان. متخيل؟ لا طبعاً، كان موضوع تاني خالص وقتها، معاناة. وبعدين ظهر البيجر في نص التسعينات، اللي هو جهاز استقبال رسائل أو أرقام بس. ده كان قمة الشياكة وقتها. اللي معاه بيجر ده كان شخص مهم. أيوة كان علامة بروستيج. وفي آخر التسعينات خالص دخل الموبايل مع شركتين بس في الأول، كليك وموبينيل، وكان غالي جدا لدرجة خرافية، والمكالمات بالشيء الفلاني، وكروت الشحن صلاحيتها بتخلص بسرعة جدا. المؤلف بيفتكر إن رنة الموبايل نفسها كانت حدث الناس تستغربها. بس القصة دي بتاعت التليفونات بتلخص كتير قوي عن التغير في مفهوم الاتصال والخصوصية. يعني من الانتظار الطويل لخط أرضي ممكن يكون مشترك، للبيجر اللي بيوصلك في أي مكان بس بشكل محدود قوي، للموبايل اللي حط العالم في جيبك تقريباً بس بسعر باهظ في البداية. كل خطوة من دول كانت بتغير شكل العلاقات الاجتماعية والتجارية كمان. التغيير ده وصل كمان للتعليم. المؤلف بيفرق بين أنواع المدارس وقتها، الحكومي، التجريبي، الخاص، وفكرة الزي الموحد اللي كانت منتشرة أكتر بكتير من دلوقتي. وبيفتكر تفاصيل صغيرة كده زي كشاكيل كحكة اللي وراءها أصفر دي، والشنط الشمشونايت، والرحلات المدرسية التقليدية للأهرامات والمتحف المصري. بس التغيير الأهم اللي بيرصده المؤلف في التعليم هو التحول في نظام الشهادات الثانوية من الGCE للثانوية العامة، وبعدين دخول الIGCS، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل يعني بقى مرعب، وتحولت لعبء اقتصادي ونفسي ضخم على الأسر. فعلا. وفي نفس الوقت بداية ظهور الجامعات الخاصة والمعاهد كبديل للجامعات الحكومية اللي بقت مزدحمة جداً، وده غير تماماً خريطة التعليم العالي في مصر. والإعلام كمان كان مختلف تماماً عن دلوقتي. الاعتماد الأساسي كان على الجرايد القومية الثلاثة، أهرام، أخبار، جمهورية، ومجلات أسبوعية معينة زي المصور وروز اليوسف وآخر ساعة. مجلات ليها وزنها وقتها. طبعاً. المؤلف بيوصف شكل الجورنال بالتفصيل، من الصفحة الأولى وصفحة الوفيات للكاريكاتير للإعلانات. وكان في مجلات أطفال مؤثرة جداً زي السمير وميكي، وبداية ظهور صحافة الإثارة أو اللي بيسموها الصحافة الصفراء في أواخر التسعينات. محدودية وسائل الإعلام دي كانت بتديها تأثير وسلطة أكبر بكتير يمكن من دلوقتي. يعني خبر واحد في الجورنال أو برنامج في التلفزيون كان ممكن يبقى حديث البلد كلها لأيام. لو قارنا ده بسيول المعلومات ومصادرها المتعددة والمفتوحة دلوقتي، ده عالم تاني خالص. الكتاب مش بس بيرصد تفاصيل الحياة اليومية دي،
لا، ده كمان بيفتكر وبيحلل. يعني أحداث كبيرة حصلت في الفترة دي وشكلت وعي الناس، زي مثلا احتفالات نصر أكتوبر السنوية والعروض العسكرية المهيبة، وفترة حكم الرئيس مبارك الطويلة وبدايتها، واستعادة طابة اللي كانت حدث وطني ضخم جدا. وبيرصد كمان تحديات وظواهر اجتماعية واقتصادية كانت مؤثرة جدا، زي فضيحة شركات توظيف الأموال في نص الثمانينات، الريان وأخواتها. دي كانت صدمة اقتصادية واجتماعية كبيرة للبلد كلها، وبداية موجات الإرهاب في التسعينات وتأثيرها المدمر على السياحة وعلى حياة الناس، خصوصاً بعد حوادث زي حادث الأقصر 97، وأحداث كارثية زي زلزال 92 اللي لسه محفور في ذاكرة ناس كتير. وكمان المؤلف كان واضح أنه متابع للأحداث العالمية وتأثيرها هنا، زي حرب العراق وإيران وتأثيرها على رجوع العمالة المصرية من هناك، غزو لبنان سنة 82، والأحداث الكبرى بقى زي نهاية الحرب الباردة وسقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي، وكوارث عالمية زي انفجار تشالنجر وتشيرنوبل، وحتى أحداث اجتماعية عالمية زي جواز الأميرة ديانا الأسطوري ووفاتها الصادمة بعد كده. ده بيورينا إن مصر وقتها برضو ما كانتش معزولة عن العالم. الأحداث العالمية كان ليها صدى وتأثير مباشر على حياة الناس هنا وعلى رؤيتهم للعالم، والكتاب بيربط بشكل كويس بين الشخصي والعام، المحلي والعالمي. وما نقدرش ننسى طبعاً اللحظات الرياضية اللي كانت بتوحد المصريين بشكل كبير، زي اعتزال الكابتن الخطيب الأسطوري، يا ده كان يوم. والتأهل لكأس العالم 90 بعد غياب طويل قوي، والفرحة الهستيرية اللي حصلت في الشوارع وقتها، والفوز بكأس أفريقيا مرتين 86 و98، وظهور أبطال عالميين في ألعاب تانية زي الاسكواش. الرياضة كانت جزء مهم من الهوية الوطنية والمزاج العام. فعلا اللحظات دي كانت بتخلق شعور مشترك بالانتماء والفخر، يمكن في وسط كل التحديات والتغيرات اللي كانت بتحصل. الكتاب بصراحة بينجح إنه يلمس كل الجوانب دي بشكل حلو. رحلة غنية ومليانة تفاصيل فعلا في ذاكرة مصر خلال الثمانينات والتسعينات، زي ما عاشها وسجلها وائل غنيمي. استكشافنا للمقتطفات دي ورانا ازاي فترة ممكن تبدو قريبة، لكنها في الحقيقة كانت عالم تاني خالص، عالم فيه خليط غريب كده من البساطة يمكن، وفي نفس الوقت تغيرات سريعة جدا كانت بتحصل في كل ناحية تقريبا، من جوه البيت للأكل للشارع للموضة للتكنولوجيا لغاية شكل العالم نفسه. بالظبط. والكتاب عشان كده مش مجرد حنين للماضي أو نوستالجيا وخلاص، لأ، هو أعمق من كده. هو محاولة لفهم جذور كتير من اللي احنا بنعيشه دلوقتي، التغيرات العميقة اللي حصلت في بنية المجتمع المصري، في ثقافته الاستهلاكية، في علاقته بالتكنولوجيا، في تطلعاته وأحلامه. كتير قوي منها بدأ يتشكل في العقدين دول بالتحديد، والتفاصيل الصغيرة اللي حكاها المؤلف هي اللي بتدي الصورة دي عمق وحيوية. طيب، واحنا بنختم رحلتنا دي في ذكريات فترة عدى عليها يعني أكتر من 30 أو 40 سنة، ده يخلي الواحد يفكر، يا ترى إيه الحاجات اللي احنا بنعيشها دلوقتي وشايفينها عادية جدا ومسلم بيها تماما، اللي كمان 30 سنة من النهاردة الأجيال الجاية هتقرأ عنها أو تشوف فيديوهات ليها وتستغرب جدا وتقول معقولة كانوا عايشين كده؟ إزاي كانوا بيستخدموا الحاجات البدائية دي؟ سؤال مهم فعلا ويستحق نتأمل فيه شوية. إيه هي الديسكات المرنة بتاعت عصرنا الحالي؟ بالظبط، سؤال نسيبه مفتوح للتفكير.